ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ورجعنا بفيديو جديد، بس فيديو النهارده يا بنات بجد عظمه حاجه. بصوا، لا مش عايزه اقول لكم بجد، انتوا لازم تجربوا عشان تدوقوا الطعم اللي انا مش عارفه اوصف جماله بجد. تعالوا يا بنات كده اقول لكم المقادير بسرعه. دي ربع معلقه من البيكنج باودر وربع معلقه من الخميره الفوريه، معاهم معلقه كبيره من ريحه الكعك، وده نص كيلو و50 جرام من السمنه البلدي، وهنا نص كوبايه ميه دافيه، معاهم طبعا نص كوبايه من السمسم، وثلاث معالق سكر بودره، وكيلو دقيق. هنعمل ايه؟ انا قلت ريحه كعك يبقى هنعمل كعك. بصوا يا بنات، وصفه الكعك دي او طريقه الكعك دي هتخليكي انا مش عايزه برضو ان انا اتكلم كتير وامدح في الحاجه، لا انا عايزاكي انت تعمليها. جربي جربي الطريقه دي بجد هتفرق معاكي. مش 360، زودي على 360 درجة، 360 درجة تاني. انا عن نفسي يا بنات مش هعمل غير الطريقة دي، ولا بقى الكعك المقدوح ولا اي نوع كعك تاني. انا بقى عملت ايه؟ نزلت بالكيلو الدقيق. لو انت هتعملي 2 كيلو زودي المقادير. وهنا يا بنات 3 معالق من السكر البودرة، ونص كوباية من السمسم. حطي كل المقادير اللي انا قلتها دي على بعض، ومعلقة من ريحة الكعك. بصوا بقى السر هنا، السر يا بنات في ايه؟ علشان الكعكه بتاعتك تطلع معاكي النقشه مظبوطه، ومش مش مسيحه كده على بعضها او ملزقه في ايدك، انك ما بتحطيش خميره كتير. هي ربع معلقه صغيره وربع معلقه بيكنج باودر. علشان تضمني ان العجينه بتاعتك صح صح اعملي كده. بجد يا بنات بتفرق كتير جدا. بصي، افضلي اضربي فيها لحد ما السمنه او الخليط او العجينه اللي في ايدك تبقى كانها بالظبط آه، اسمها ايه، الغريبه. ماشي. في الاخر خالص بقى هنزل بنص كوبايه من الميه الدافيه. الميه الدافيه يا بنات عشان بس تسرع لي الخميره، مش اكتر ولا اقل. او ميه فتره عادي مش هتفرق، احنا كده كده في الصيف. ضربتها شويه، لو مش عندك عجان اعجني بايدك، بس هتعجني شويه حلوين. بصي العجينه عامله ازاي. هتكوريها وتدوسي عليها، لقيتيها ما شققتش معاكي، انت كده عجينتك فل يا فل، زي ما انت شايفه كده. بصي العجينه سيبيها ترتاح 10 دقايق بالظبط، احنا مش عايزينها تخمر، بس عايزينها 10 دقايق ترتاح. وكده كده الخميره بتاعتنا فوريه، وهي ربع معلقه عادي جدا هتخمر في الفرن. ماشي. اخدت قطعه منها هتعملي بقى بالبصامه ماشي، هتعملي بمناقيش الكعك ماشي، اللي انت عايزاه اشتغلي بيه. بالورده اللي قدامي دي ماشي. العجينه بتاعتنا يعني بصوا ما شاء الله عليها مريحه جدا في الايد. وعايزه اقول لك بصي هي دي شكل البصمه، مش هتتغير. هوريها لك بعد السوا، مش هتتغير. تعالوا بقى نعمل كعك الجوهره. كان عندي شويه بندق كده وشويه عين جمل مركونين في التلاجة، قلت لهم تعالوا بقى لما اعمل بيكم كعك الجوهره اللي الدنيا كلها بتتحدث عن جماله. انا مش هحشي يا بنات مكسرات، لا، هوريكي دلوقتي انا هعمل ايه. انا قطعت يا بنات شويه العجين واتبقى شويه صغيرين، انا خليتهم مخصوص عشان اعملهم بالمكسرات. هعجن كله في بعضه وهوريكي هقرصهم ازاي، مش ببصامه مش باي حاجه خالص. هكورهم كده تكوير، وهبططها تبطيطه بسيطه جدا، وهتستوي مع باقي الكعك عادي. يعني كله يا بنات في صاج واحد، اللي هو فيه مكسرات زي الساده، الاتنين هياخدوا نفس السوا معايا. انا طبعا خليت شويه عجين صغيرين لاني انا كان عندي حبه مكسرات صغيرين. على قد المكسرات اللي عندك خلي العجين. بس عايزه اقولك جربي كعك الجوهره ده كمان هيعجبك قوي. مش عايزه اقولك اللي هيجي ياكله عندك هيقولك تسلم ايدك، وهيسالك عاملاه ازاي. خليه بقى يدخل على الفيديو بتاعي ويشوفه ماشي. ولو انتوا طبعا لسه ما اشتركتوش في القناه بتاعتي لازم تشتركوا يا بنات. ولو بتشوفوني من على الفيسبوك لازم تعملوا لي متابعه. امال احنا هنبقى اصحاب ازاي بقى؟ يلا تعالي بقى كده. انا كده خلصت. هدخله الفرن على الرف الاوسط درجه حراره 180 او 200، وهخرجه وتعالي اوريهولك عامل ازاي.
هنا كان خرج يا بنات. بصي بامانه النقشه من فوق جرالها حاجه ولا اي حاجه نهائي. بصي السوا من تحت بجد يا بنات حاجه جميله قوي. اللي على جنب دون ده اللي هو الجوهره، والتاني العادي. بصوا معلش في صوت كتير حواليا لان انا بصور لكم وانا قاعده في البلكونه، بصراحه بسجل وانا قاعده في البلكونه. ماشي يا بنات، بصوا دايب ازاي، شايفين الدوبان؟ لا والطعم انا كان نفسي تدوقه بجد. انا لو اعرف كده اعمل لكل حد فيكم كده كيلو هديه والله العظيم اعملها، بس مش عارف. بس يا بنات شايفين الجمال؟ ادي البصمه، ادي اللي هي البصامه او الشكل بتاعها. بصوا صبعي هل بصمت؟ استحاله. ده بقى السر في الخميره، لو كترتي خميره الرسمه بتاعته مش هتبان معاكي، ما كترتيش خميره لاخر واحده رسمته هتبقى زي ما هي. جبت العلبه ورصيته زي ما انت شايفه كده. بصي كله مفيش واحده النقشه بتاعتها بايظه او النقشه بتاعتها متلخبطه يا بنات. ماشي، وده الجوهره. عايزه اقولك طعمه حكايه بجد، حاجه وهم. لازم تجربي الطريقه دي والمقادير بالظبط وترجعي في الكومنتات تقولي لي ايه رايك. انا هستنى رايك. هشيله واركنه على جنب، وخدت شويه كده عملتهم بالسكر، قلت لهم يلا ندوق بقى عمايل ايديا النهارده. اهو يا بنات بصوا جميل ازاي. وبس يا بنات، ولحد هنا بقى يكون الفيديو بتاعي خلص. معلش لو كنت طولت عليكم، بس انا كان لازم اقول لكم على ادق التفاصيل عشان تعرفوا كويس ايه الصح اللي ممكن يتعمل وايه اللي ممكن يبوظ معانا الوصفه. تمام يا بنات، يلا لو انتوا لسه بقى ما اشتركتوش في القناه اتمنى ان انتوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير. مع السلامه.